كتير بيقولوا انا مش باكل كتير ومع ذلك مش بخس، بس في الحقيقه ان في حاجات بتخليك تحس كده وهتعرفها دلوقتي. لو حاسس انك بتاكل قليل ومع ذلك وزنك مش بيتحرك، في حاجات صغيره ممكن تزود وزنك من غير ما تاخد بالك، زي الاكل العشوائي طول اليوم. معلقه صغيره من هنا وحته صغيره من هنا بتزود سعراتك الاجماليه على مدار اليوم من غير ما تحس. كمان المشروبات السكريه، العصاير والسكريات والقهوه اللي مضاف ليها سكر، والميه الغازيه كمان بتزود السعرات بدون ما تشبعك. برضه الاكل الصحي بس اللي فيه سعرات عاليه، زي زبده الفول السوداني او اللوز او الافوكادو او المكسرات، هم صحيين بس برضه لازم تاخد بالك من الكميه. قله البروتين بيشبعك وبيحافظ على عضلاتك، فلازم يكون اساسي معانا في كل وجبه. كمان قله النوم، لو انت مش بتنام كويس جسمك هيخزن الدهون اكتر وهيخليك جعان طول الوقت. الايموشنال ايتنج او الجوع العاطفي، ساعات احنا بناكل لمجرد الملل او التوتر مش لاننا جعانين فعلا، فحاول تفرق بينهم. لو عجبك الفيديو ده يا ريت تعمل فولو ولايك وشير وسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار في الكومنتس يا ريت تكتبه لي وهرد عليك.